الفارس الثالث معنا الليلة في حلبة النقد يعني وفي ملامح ظلي للأستاذ محمد الشحات والأستاذ الدكتور أحمد فرحات. مرحبا بيك دكتور. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الحقيقة أنا سعيد جدا بالتواجد مع الأستاذ محمد الشحات في أي مكان كان وفي أي زمان كان. أنا آسف للفظة أنا أعتبر محمد الشحات مشروع شعري كبير، وإن لم يتوقف النقاد أمامه الآن أعتقد سيفوتهم الكثير، لأن مشروع محمد الشحات ليس شاعرا فحسب. إذا ظن نقاد اليوم أن محمد الشحات شاعر معاصر فقط فهم مخطئون. محمد الشحات مشروع متكامل للشعرية العربية، تستطيع أن تقرأ في أعماله قصيدة عمودية وقصيدة تفعيلة، وعشان ما يزعلش الأستاذ عيد يعني أحيانا إذا مال إلى النثر فإنما يميل إلى النثر الموزون. شفت اللخبطة؟ شفت الكلمة عاملة ازاي؟ النثر الموزون. أنا أقصد بالنثر الموزون هنا إن بعض القصائد عنده موزونة لكن ليس فيها شعرية، ده اللي أنا أقصده. مشروع محمد الشحات الحقيقة أنا أزعم أني قرأت معظم أعماله قراءة واعية، سواء في داخل القاهرة أو عندما كنت خارج مصر، فعكفت على قراءته وأدركت للتو أنني أمام شاعر يستحق الوقوف أمامه وأمام الظواهر الفنية والأسلوبية التي ذكر واحدة منها أستاذنا الدكتور، فجزاه الله خيرا. ما سمعش الدكتور محمد، يمكن سبقتني، أنا آسف للتأخير أولا، أعتذر لكم. لكن الظواهر الأسلوبية والفنية والموضوعية عند محمد الشحات الحقيقة متعددة جدا، وهذا الرجل يمتلك جرأة في كتابة الشعر لم أرى مثلها على أحد قط. فهو إذا كتب قصيدة سارع وأبلغني بها فور الانتهاء من آخر حرف منها، وعندئذ أدرك أن هذا الرجل معجون بالشعر، فهو شاعر بطبعه. والشاعر بطبعه يختلف عن جنسنا نحن الناس العاديين. الشاعر زي الأستاذ فولاذ كده يعرف ذلك كويس، يعني هو شاعر كبير الأستاذ فولاذ، يعني أنا أعترف له بالشعرية الزائدة، ولكن الشاعر شخص غير عادي، هو دائما في حالة توتر، وينتقل توتره إلى نصه صرح أو لم يصرح. أنا في الحقيقة لا يعنيني التصريح بقدر ما يعنيني التلميح، وتلميحات محمد الشحات في شعره تحتاج دراسة خاصة أنا أعكف عليها الآن. لا تصريح، تلميح. فكرة التلميح فكرة من أخطر الظواهر الفنية في شعر محمد الشحات، بل في الشعر العربي عامة. أحيانا يلجأ الشاعر إلى زي كده، يعني خايف من أمر سياسي، خايف من مش عارف من سلطة، فيلبس قناع ويتقمص شخصية عنترة ولا شخصية ويقول لا تصالح والكلام اللي انتوا عارفينه ده. محمد الشحات ما يقدرش يصرح التصريحات بتاعت لا تصالح دي خالص خالص. محمد الشحات شخص تاني خالص مختلف. فيعمل ايه محمد الشحات؟ يلمح. وفكرة التلميح أنا أبنت عنها الآن أن أنا أعكف على دراستها تفصيليا. أحيانا يقول في نفسه وفي صدره أشياء لا يستطيع التعبير عنها مباشرة فيلمح، وتأتي هنا دور التأويلية وتفسير التأويلية واجتهادات النقاد، ويروح يمين ويروح يسار. لكن في مجمل تلميحات محمد الشحات آراء في منتهى الخطورة.
ومن هنا أقول إن الشاعر أيا كان اسمه هو ليس إنسانا عاديا مثلنا، فلا ينام مثلنا ولا يقوم مثلنا ولا يأكل مثلنا ولا يفكر مثلنا ولا يكتب مثلنا، لأنه معجون بالتوتر، ممزوج بالتوتر يا دكتور محمد. لا نستطيع إطلاقا أن نوقف حد أو نضع سقفا لتوترات النص وذبذبات العاطفة الجياشة عند محمد الشحات، لكننا نشعر بها من خلال الأفعال وبعض التركيبات الأسلوبية ذات النزعة الشحاتية فقط، إذا جاز التعبير، يعني نسب إلى شحات. فعندما أقرأ لمحمد الشحات الحقيقة قل عنه ما تشاء من أسلوب السرد، إنه يبني قصيدته على أسلوب متعارف عليه قبل أن يولد هو من أيام الجاهلية، أسلوب السرد، أسلوب القصة، أسلوب الحكاية. هو مغرم بهذا الحقيقة في معظم، لا مش معظم، في كل قصائده معجب بهذا الأسلوب وهذه التقنية التي يريد أن يوصل إلى القراء رأيه ورأي الآخر اللي هو نفسه. محمد الشحات منقسم كما قال عن نفسه، منقسم إلى ذاتين: ذات ظاهرة دايما تبدأ بالسؤال ويأتيه الإجابة إما تصريحا أو تلميحا داخل النص من ذاته الأخرى، بين قوسين ظلة. ظل محمد الشحات أخطر من محمد الشحات نفسه. ظل محمد الشحات معجون بالتوترات الإنسانية العجيبة التي لو انفجرت جهرا أعتقد ستقلق كثيرين. وهذا ما أعكف على دراسته الآن على هذه الكمية المضغوطة. أنا باختصار شعر محمد الشحات امسك أي نص لي عبارة عن كبسولة مضغوطة تنفجر في ذهن المتلقي فقط، وليس في شعره تلك النبرة اللي أنا بعتبرها زي طلقات الرصاص التحذيرية. في رصاص تحذيري كده كنا بنعرفه في الجيش، يعني يكشف لك في عز الضوء في عز الليل كأن الصحراء النهار. دي طلقات تحذيرية وإرشادية وضوئية بتعرفك المكان اللي انت فيه. شعر محمد الشحات لا ينتمي إلى هذا اللون خالص، ولكن ينتمي إلى شعر الكبسولات المضغوطة التي لا تنفجر إلا في ذهن القارئ. أنا أمامي أي نص حتى إهداءات محمد الشحات في دواويني، وهو بسم الله ما شاء الله في الفترة الأخيرة نشط جدا، نشط. ويعجبني في إهداءات محمد الشحات نادرا لما أجد مثلا هو موجود في شعره أو في دواوينه، لكن هو ينزع إلى الإنسانية أكثر منها إلى الذاتية والشخصية. يعني مثلا إلى حروف الأبجدية، لا قال زوجتي ولا قال ابني ولا قال إلى نفسي، وإن كان قال ذلك في دواوين أخرى، لكن أنا أركز دايما على محمد الشحات اللي جوه، توترات محمد الشحات التي لم يصرح. هو مهموم بالإنسانية أصلا، ففكرة الإنسانية تطغى على الذاتية. إلى حروف الأبجدية التي تمر بقلوبنا فتخرج كلمات متدفقة رقراقة كيما تصل حتى الإهداء شعر، والإهداء إنساني وليس ذاتي. ودي طبيعة من طبيعة شعر محمد الشحات، أنه شعر إنساني في المقام الأول وليس شعرا شخصيا ذاتيا. يمكن أن أستخرج منه ملامح ذاتية، نعم، لكن صفة الإنسانية أعلى وأكبر وتطغى على شعره، فهو مهموم بالإنسان أيا كان موقع الإنسان. هتقول لي في قضية فلسطين هتلاقيه، هتقول لي في حروب هتلاقيه، هتقول لي في الإنسان المصري المطحون هتلاقيه. فهو مهموم بقضايا الإنسان المعاصر، واهتمامه بهذه القضايا الإنسانية تشي بإنسانيته هو شخصيا، وتشي لنا أننا أمام شاعر أو أمام إنسان غير عادي، يعني إنسان ليس مثلنا. الشعراء دايما كده عندهم أفكار وآراء إذا تعمقت فيها أيقنت أنك أمام شخصيات غير عادية. الشعراء من أول امرؤ القيس لحد محمد الشحات، كل شاعر من في العصور دي كلها هو شخص غير عادي.
يعني اللي يخلي عمر بن ابي ربيعه المجنون ده ينط الجدار ويروح الخيام ويقول شعر في امراه مسلم، ده جنون، ده حاجه شيء غير عادي، شيء لا يصدقه عقل، شيء غير متخيل اصلا انه في عصر اسلاميه تطغى فيه عمر بن ابي ربيعه يروح يعاكس النساء. شيء مش طبيعي. بيقول قيس ذلك الملك الضليل ده عمر. يعني اما تيجي تفكر في اي شاعر هو شخص غير عادي، تسميه بقى مرحله الجنون، تسميه شاعر. فانا بأميز شعر محمد الشحات بالانسانيه المفرطه، واحيانا الانسانيه ديت بتيجي عليه وبال فيكثر من ذكر اعضاء الجسد المطحون. انا مش هقول لك نص كذا، راجع اي نص من ساعه ما كتب محمد الشحات النهارده ستجد ان للصدر مكانا وللقلب مكانا، وستجد ان لليد مكانا، وستجد ان للعين مكانا، وستجد ان العباره بالتحديد اقفاص الصدر، ومره مش عارف دهاليز الصدر، الراس الكياري اول حاجه. كل شيء عند محمد الشحات بينعكس ذاتيا على اعضاء جسده، فتجد اللسان وتجد القلب وتجد الصدر وتجد 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 كلها اعضاء جسد ظاهره، وهناك اعضاء جسد غير ظاهره في شعر محمد الشحات، ودي اللي انا بسميها التلميحات. انا جاي حالا، اقول له انا جاي دلوقتي، اقول له انا جاي. الشيء الاخر في دراسة شعر محمد الشحات، ولاحظوا أنا مش بتكلم عن ديوان بس، أنا بقول ظواهر من أول كلمة، من أول ما كتب محمد الشحات وطبع لحد النهاردة. فاللي بقوله دي ظاهرة أسلوبية عامة في شعره، وأنا مهموم بهذا اللون صراحة، لأن ممكن في ديوان ما يظهر لي ظاهرة مثلا زي الانزياع عند أستاذنا ذكره، ممكن ظاهرة موجودة في ديوان لا بأس، لكن ظاهرة موجودة في شعره كله هذا ما يستوقفني يعني موضوع القصصية والحكاية والسرد موجود عند محمد الشحات من أول كلمة لحد آخر كلمة في ال 22 ديوان اللي سبق، موجودة عنده. موضوع الضمائر اللي أقلقت أستاذنا أستاذ فواز، مرة يبدأ بضمير المتكلم، وده نادر بالمناسبة. يعني أنا أقصد إيه؟ يعني مرة يمسك الكاميرا من جوه، يصور جوه نفسه من جوه، ويبدأ بالفعل المضارع المبدوء بالإيه؟ بالهمزة، أكتب، أقرأ، ألملم، أناقش، الكاميرا داخلية، فيتصور ما يمور في أعماق النفس الإنسانية للشاعر، وده نادر بالمناسبة في شعره. لكن اللي كتير في شعره إنه ينسلخ من ذاته في ظاهرة تسمى التجريد، ويعمل ذات أخرى ويتكلم عنه الضمير الغائب، وهو الكثير في شعر محمد الشحات. هو كثير التوضيع أو الانقلاب أو يعني التبادل ما بين تاء الفاعل والخطاب، ضمير الغائب. عنده ضمير الغائب بكثرة في دواوينه، دايما يتكلم عن ذات أخرى نابعة منه هو يحادثها، ودي الحقيقة ظاهرة غريبة. هتخليني أقول له طب فين أصدقائك اللي كنت بتكلمهم؟ قال لي ما هو طلع مني ذات أهو بكلمه، هو ده صديقي اللي مات من 20 سنة، ولا صديقي اللي زميلته، ولا صديقي، هو الذات دي اللي طلعت، وهو الصديق، وهو المرأة بالمناسبة، وهو المرأة، وهو الوطن، وهو الطبيعة، وهو الإحساس بالمرارة والإحساس بالهزيمة، هو كل حاجة. ما هو الذات اللي طلعت دي هي دي الحياة بتاعته. فلذلك أنا بقول إن هذه الظاهرة موجودة في شعر محمد الشحات بكثرة، اختلاف الضمائر وتبادلها وتجادلها، في مرة يقول تاء الفاعل ومرة ضمير الغائب. هذه الصورة عندي تقلقني كناقد، لأنها أقلقت الشاعر وضجر منها، فمرة يصور المرأة في صورة ضمير الغائب، ومرة يصورها في صورة، المهم إن الكاميرا الداخلية أو الخارجية، أحيانا يسلط الكاميرا من فوق من علن عشان يصور حال أكبر قطاع ممكن، حال البلد، حال الوطن، حال الوطن العربي كله، حال فلسطين، حال العراق، حال مش عارف ايه، حقه من فوق، ماسك الكاميرا من فوق. واحيانا تكون الكاميرا داخليه. صحيح الكاميرا الداخليه اكثر عمقا واكثر تاثيرا، لكن لا ننكر فضل الكاميرا الخارجيه. الكاميرا الخارجيه بتوضح لنا الخريطه العامه، تخلينا موقع محمد الشحات من الشعر العربي،
ومن قضايا بلاده ومن قضايا وطنه ومن قضايا أمته، فهو مهموم بهذا الأمر. فالحقيقة لو رجعت للأفعال عند محمد الشحات قلة قوي قوي أفعال الأمر، لكن هنلاقيه مغرم بالفعل المضارع نسبة عالية. أنا من عكفت على أكثر من ديوان طلعت نسبة عالية جدا على الفعل المضارع. الفعل المضارع لأنه متنوع، يعني إيه؟ يعني أحيانا يدل المضارع على الماضي، أحيانا المضارع يدل على الماضي، وأحيانا يدل على الحاضر الوقتي الآني، وأحيانا أخرى يرمي إلى المستقبل. فلذلك فعل المضارع عنده هو اللي واخد الهيمنة والسيطرة. وطبعا مش هقول بقى الكلام بتاع ابتدائي ده يدل على التجدد والحدوث والاستمرار، لا، المضارع عند محمد الشحات محتاج دراسة أسلوبية دقيقة، متى يعود به إلى الماضي، ومتى يصور الآن، ومتى يصور المستقبل، طموحاته، أماله، أحلامه. المضارع خطير جدا عند محمد الشحات. راجعوا أي نص، أنا مش هذكر أمثلة، أي نص فيه فعل مضارع أعتقد هيهزك من الداخل عندما تصل إلى نتائج متأكدة أو متحققة ومتجذرة في شعر محمد الشحات. يلي الفعل المضارع الفعل الماضي، موجود بكثرة لكن ليس بكثرة المضارع، لأن الماضي بحد ذاته محصور وضيق. لكن هنجد نادرا ما يقوم دور محمد الشحات بدور الناصح اللي هو فعل الأمر، يعني بدور الناصح المرشد الموجه الخطابي. لا، ده مش موجود. لذلك شعر محمد الشحات مميز، ما فيهوش نبرة لا تصالح الأمر والنهي، ده مش هتجدها عنده إلا نادرا. في بعض السطور الشعرية هتجد أفعال أمر لكنها بتندرج تحت، يعني أهي بتخرج عفوا غصب عنه، لكن في الأصل الفعل المضارع هو المسيطر والمهيمن. لأن أعتقد أن المضارع يصاحبه كاميرا داخلية خطيرة جدا. ما هو المضارع المبدوء بالهمزة ده خطير جدا. أناقش وألملم وأسافر وأفتش، ده في منتهى الخطورة. هو فعل الكتابة، فعل الإبداع، فعل الإبداع اللي هو فعل المضارع. المضارع. أنا بقول ده لأن أنا فعلا عكفت على دراسة هذه الأفعال عند محمد الشحات حتى أخرج بالتلميحات. ما هو أنا ناقد غلبان، ما عنديش خريطة داخلية بتاع محمد الشحات، فأنا بستنطق شعر. الحقيقة أنا آسف للتأخير، وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور أحمد فرحات على هذه القراءة الأسلوبية والإنسانية العميقة في شعر محمد الشحات التفصيلية، يعني زي حالاتنا ممكن يفهم يعني. طيب أنا أحمد فرحات، وأنا أعرف الأستاذ فلان، وأعرف الدكتور محمد، الدكتور محفوظ، والدكتور محفوظ عرفته دلوقتي، تمام، تشرفت بيه، الروائي والشعر الأستاذ علي عطا. أيوه، أستاذ علي عطا، أهلا وسهلا. أنا بس عشان حضرتك اتكلمتي فأنا عايز أعرف. محمد الشحات معروف. يعني عايز تعرفني يعني؟ طبعا. نجلاء مصطفى، انا عضو هنا في ما هو نجلاء مصطفى دي قد يكون انا اللي جاهل. انا اللي جاهل مع حضرتك. ربنا يبارك فيك. دكتور عمر، اهلا وسهلا. يعني انا حابه اسمع بس ما بعرفش اكتب. ممتاز. يعني حضرتك انت بسطت موضوع خالص، عشان كده بقول لك ان اللي زينا فهم. الحمد لله. يعني المضارع والمش عارف الحاجات دي كلها طبعا حاجات حتى لو قريت مش هاخد بالي. شكرا يا فندم. فكده احنا فهمنا. ممكن الاستاذ ما دي فايده الندوات على فكره احيانا. نعم. فايده الندوات استاذه نجلاء ان الناقد او المبدع بيقول كلمه الحاضرين وربما المبدعين اللي قاعدين معاه يستفيدوا منها، او مع كل دي فايده الندوات. احنا كنا بنستفيد من اراء بعض ومن مناقشاتنا مع بعض كمان. وبتفتح لنا مجالات تانية في الرؤى كمان.